بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة عايزين نستغل بعض المستهلكات عندنا في البيت. كانت دوت كوباية كانت اتكسرت مني وانا بحط فيها الشاي، يعني فرقعت زي ما بيقولوا، بس كسرت نصين بالظبط. فانا لزقت النصين في بعض وعملتها زي فازة. هنشوف بالظبط انا عملت فيها ايه. انا طبعا جبت الخرطوم بتاع الفلتر اللي هي بتبقى فيه احيانا كده الخرطوم بيبوظ، فاحنا بنستغنى عن جزء منه. فانا خدت الخرطوم ده عملت منه الايدين، وطبعا سيحتهم على النار عشان يدوا الشكل شكل رقم 2 كده. عملتها على النار عشان تنحني شوية معايا، وبعدين لزقتها بالمسدس. معلش انا الخطوات دي ما سجلتهاش، لكن هي سهلة جدا. انا لزقت النصين في بعض. ده لو كان متاح كوباية بنفس الشكل او مج كسر او اي حاجة ممكن نستغلها بالطريقة دي. انا عملت له الايدين دول علشان يدي شكل فازة اكتر، لكن احنا ممكن ما نعملش الايدين يعني. وطبعا قطعت في اللي هو بيتغرس فيه الورد، وحطيته عملته على المقاس المظبوط، وبعدين حطيته جوه الكوباية علشان اثبت فيه الورد اللي انا بقطعه واللي انا هعمله دلوقتي من الشنط القماش. والطريقة هتبقى سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله تنفذوها اذا حبيتوا. هي بنستغل بقايا كتير من الاشياء الموجودة عندنا في البيت. دلوقتي هنشوف ازاي بنستخدم الشنط القماش اللي هي الالوان المختلفة ديت. بتبقى الوانها جميلة جدا وتنفع تتعمل منها وردات بالوان متنوعة كتير. وال المهم اننا بنختار لون الوردة المناسب، بنفسجي، بامبا، احمر، اي لون مناسب معانا. ولو عايزين كمان نعمل لها ورق شجر، بنعمل من اي شنطة تكون لونها اخضر، او قماش ستان. عندي شرايط ستان انا بعمل لها ورق اخضر يناسب معاها. الفروع الخضراء اللي انا استخدمتها النهاردة دي كانت من الشنابر الخضراء اللي بتبقى تتلف بيها الاجهزة. الشمبر اللي هو الناشف دوت بس كان لونه اخضر، فانا استخدمته في تزيين او انه كأن هو فروع للوردة. هنشوف دلوقتي ازاي. طبعا انا قطعت الشنط القماش، بقطع شكل الوردة كده على شكل من فوق مدور شوية. ورقة الورد كل ورقة بتتقطع بنفس الشكل، بس انا بقطعهم كلهم في بنفس الوقت. بقسم الشنطة في ايدي المقاس الورقة المطلوب، وبقصه كله في نفس التوقيت عشان يطلع مقاس واحد. ولو في بعد كده واحدة اكتشفت انها مش مقصوصة مظبوط بقصها مظبوط. وبعدين بجيب خيط عادي، بلم الورقة في ايدي من تحت كده علشان ابرمها، وبلف عليها الخيط بحيث تاخد شكل الوردة، شكل ورقة الوردة. وبعد كده بجهز الصاج بتاعتها وبلزق عليها كل الورق اللي انا جهزته. وهنشوف دلوقتي ازاي، طريقة بسيطة وسهلة جدا.
بعد كده انا استخدمت برضو الخرطوم بتاع الفلتر في نفس الموضوع، ان انا عملت بيه الورد، ساق الوردة. ممكن نستخدم عصيان الشيش طاووق، ممكن نستخدم انابيب الاقلام القديمة، ممكن بنستخدم اي، حتى لو جبنا ورقة ولفيناها على شكل انبوبة طويلة كده هتدينا نفس الاستخدام. وبعدين بلزق عليها ورق الوردة لحد ما اكمل الأوراق اللي انا عايزة احطها كلها. وبعد كده بلف عليها بالخيط اللي انتوا شايفينه، بقماش، بشرايط ستان، بغطيها بأي لون أخضر موجود عندي في البيت. ممكن يكون كمان عندي مثلا ملابس مستخدمة كان لونها أخضر، بقطعها شرايط، ولو هي هتنسل بعملها بالولاعة علشان التنسيل. زي ما عملنا قبل كده كنا دايما بنستخدم الولاعة لان احنا نلسع الأطراف اللي هي ممكن تنسل معانا. بعد كده الفازة بتخلص معانا بالشكل ده. هي جميلة جدا وبتتحط في اي مكان بتزينه. والالوان الخضرا دي جميلة جدا برضو، ممكن نستغل حاجات كتير تستخدم بنفس الاستخدام. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، وان شاء الله تنفذوها بمنتهى البساطة والسهولة. ونتقابل في فيديو جديد مع فكرة جديدة من اعادة التدوير، وان شاء الله في ذا اكتيف تشانل بتشوفوا كل جديد وجميل. ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا ربي لولا رحمتك عيني ما شافت خير، قادر علي بقوتك وبتعفو عني كتير. يا رب يا رب يا رب، ماشي درب ودروب ما بين